كل واحد فينا مهما تكون درجة قساوته بس فينا حاجة حلوة، وعشان فينا حاجة حلوة الرزق على الله. من شهر بعت لي رسالة ولسه شايفها دلوقتي، وبيقول لي انا صرفت اللي ورايا واللي قدامي في المشروع اللي انا كنت بحلم بيه، ودلوقتي قرر اللي هو يقفل المحل خالص. الشيف وائل موجود في البطاش في شارع الحي، يعني مش موجود على الرئيس، يعني الراجل بالبلدي كده في شارع جانبي. طلب مني الدعم وعامل له اعلان، بس كان مفكر ان انا باخد فلوس، والحمد لله اقنعت الشيف اللي هو يكمل شهر كمان وهعمل له اعلان. لو الشهر ده خسر انا اتحمل الخساره. بعد ما خلص الاوردر بتاعي رد بجد صدمني. حسابهم كام دولار الشيف؟ انت مش هتنزل فيديو ولا ايه؟ يا عم الفيديو هينزل بس انت تحاسبني عليه. هما تمام كده خالصين من غير حاجه خالص. مش هاخدهم غير لما احاسب عليهم. كده عاملين 200 بس. احلى 200 يا شيف. حبيبي يا معلم باشا. حبيبي. خدت الطلب بتاعي وروحت البيت وحضرت الطبليه. حد عنده طبليه زي دي؟ ولو ما عندكش طبليه زي دي يبقى انت اكيد مش مصري. الارزاق بالله من ساعه ما قعدت في العجمي وانا ما باكلش الا من عنده، حرفيا من غير مجامله، بجد عالمي. انا قلت للشيف الطيب ده يفتح كمان شهر، وانا واثق 100% اللي احنا كلنا هنقفه جنبه وهندعمه. لو مش هتقدر توصل للشيف المحترم ده فاللايك والشير بتوعك يخلوه اكبر من اي براند ممكن تشوفه. ايوه فعلا اللايك والشير والكومنت الجميل بتاعك اكبر دعم للراجل ده. بالنسبه للمكرونات بقى في حته تاسعه خالص، بجد طاجن مكرونه احسن من اللي بتعمله ممكن مراحل. الشيف وائل موجود في العجمي في البطاش في شارع الحي. مش هتقدر توصل للراجل ده، اللايك والشير بتاعك اكبر دعم للراجل ده. يلا اخواتي كل واحد فينا يصلي على النبي في الكومنتات.